السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا مساء السعادة عليكم. أنا آخر مرة اتكلمت معاكم قلتلك يلا بينا أنا وانتي كده ندور كده على أنوثتنا واهتمامنا بنفسنا. وطبعا زي ما قلتلكوا الأنوثة اهتمام داخلي، حاجات كتيرة جدا ان انتي الأذكار والتسابيح والعبادة أكيد، يعني والصلاة على النبي، كل الحاجات دي بتخليكي هادية. فاحنا محتاجين ست هادية، يعني ست تقيلة كده في نفسها وفي نفس الوقت نشيطة ولذيذة وكل حاجة. بس الذكر وكل الكلام ده بيخليكي انت هادية، فبتبقي هادية مع ولادك ومع زوجك ومع كل الناس اللي حواليكي. كمان ما ننساش نفسنا واهتمامنا بقى الخارجي، او مسقطنا بقى والعناية زي ما قلت لكم. يعني اعملي لنفسك عناية يومية زي ما بتعملي كده لبيتك، جدول أو روتين للتنظيف وكل ده. حطي نفسك أولوية لازم وانتي بتحطي جدول بيتك وجدول اهتمامك بالتنظيف وبالحياة اليومية وكل الكلام ده وولادك وأكيد وزوجك وكل حاجة. كمان نفسك على رأس كل هذه المهمات، لأن انت لو اهتميتي بنفسك هتقدري تدي وهتبقي اصلا يعني حد كده نشيط وحد شايف نفسه حلو. فكل الناس زي ما قلتلك انت احساسك بنفسك هو اللي بيديهم الانطباع ده. فيلا يلا مش عايزين بقى ايه نتكلم دلوقتي في الموضوع ده، احنا اتكلمنا فيه كتير. بس احنا بقى هنعمل كده زي ما قلت لكم كده اخر مره. هحاول ان انا اعمل معاكم ابسط الاشياء اللي انا بعملها. يعني انا مش هقولك بقى هاتي ما اعرفش ايه، لا، حاجات كلها من البيت العناية العادية. طبعا كلنا سمعنا عن الماسك دوت للشعر الخميرة، وانا والله لسه ما جربته. ده انا اول مرة هجربه معاكم وهقول لكم النتيجة بعد ان شاء الله ما اخد كده شاور واشوف شعري اخباره ايه. فانا النهاردة بعمل معاكم كده ماسك لايه للشعر. زي بقى ما احنا كلنا سمعنا كده او شفنا الوصفة دي، معلقتين كبار من الخميرة الفورية. انا يعني ما شاء الله تبارك الله شعري تقيل وطويل، فانا كده متهيألي اكتر شوية. كل واحدة بقى على حسب شعرها او طول شعرها او تقل شعرها وكده. انا بقى مساعدة نفسي كده وفاتحة الحاجات دي بالمقص لاني بصور بالايد التانية. تمام. وانا بقى بحب طبعا الزبادي الطبيعية، ما بحبش ابدا في الوصفات وكده ان انا اعمل حاجات تانية يعني. تمام كده. كله بقى قال معاه زيت جونسون، وهو طبعا زيت خفيف وكويس جدا وكل حاجة. بس انا بصراحة يستهواني في الوصفات على يعني الحاج زيت الزيتون. طبعا مفيش افضل من ان انت هتستعملي زيت زيتون من اللي بتاكليه او بتستعمليه في الاكل في البيت. فده هيكون افضل من اللي في الصيدلية. يعني تقريبا كده معلقتين برضو كبار، لان ايه زي ما قلتلكوا إيه ما شاء الله يعني انا شعري طويل وتقيل. تمام كده. بس هنبدأ بقى نقلب الوصفة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول بقى ندخل كل الحاجات في بعضيها كده. وتقريبا كده والله اعلم الخميرة هتعمل بقى مفعولات وحركات. انا حاسة كده ان الزبادي بتزيد اهي. طيب انا هحاول بقى اقلب 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 واشوف الدنيا كده هتوصل لايه وارجع لكم ان شاء الله. ورجعت لكم بعد ما قلبت ودمجت كل المكونات على بعضيها. كمان هما بيحطوا عليه جل الصبار لو موجود عندك. انا شفت الوصفة ديت كذا حد عاملها، يعني كمان حاطين عليها جل الصبار. لو موجود عندك استعمليه. ولو حابة برضو تزودي مع مثلا زي معلقة كمان زيت جونسون تمام مفيش مشكلة. وهي الوصفة انا شفتها بزيت جونسون، بس انا دايما بحب في الوصفات بحط زيت زيتون حتى في السكراب للجسم او كده. وانا والله زي ما قلت لكم اول مره اجرب ده، بس انا عملت يعني كذا ماسك قبل كده وبرده هايل، اللي هو زي ماسك النشا مع الرز مع برضو زيت الزيتون، ممكن زبدية. انت ممكن تلعبي في الماسكات دي زي ما انت عايزاه الموجود عندك. مثلا عسل نحل اللي انت حابة تحطيه، كل حاجة ان شاء الله مع الاستمرارية. لسه هقولك اهم حاجة الاستمرارية ويكون روتين فعلا. انا شايفة الزيت بدأ يطلع تاني، هيعوز تقليبة كمان قبل ما استعمله.
زي ما قلت لك مع الاستمرارية، وكمان عايزة اقول لك الاهتمام. يعني انت تعملي الماسك وهتاخدي الشاور، برضو حاولي ان انت تحطي زيت كويس، او مثلا لو كريم شوفي انت حابة ايه. لو هتحطي كريم برضو حطي عليه معلقة زيت زيتون على الكريم، قلبيه عليه كويس جدا وخليه متجانس، جميل وهايل جدا لأي حاجة زيت الزيتون. كمان عايزة أقولك الشعر ضعيف جدا يعني وهو مبلول، فحاولي لما تيجي تسرحي شعرك يكون على الأقل نشفتيه، أو حتى صبرتي ساعة كده أو حاجة، لأن الشعرية بتبقى ضعيفة جدا ووقت ما بتبقي لسه أخدة شاور. وده بقى كان الماسك اللي أنا عملته معاكم وهجربه. بس عايزة أقولك كمان إن أنا هاخد منه بالفرشة دي. أنا بستعمل الفرشة دي دايما للبشرة. هغسل الاول وشي كويس جدا بغسول، وبعد كده هبدأ انشفه واحط برضو من الماسك ده، لانه هايل كل حاجة فيه تمام. الخميرة، الزبادي، زيت الزيتون، كل حاجة ان شاء الله هتفيد برضو البشرة. فانا هعمل برضو دلوقتي حالا منه للبشرة، وبعد كده هحط على الشعر. طبعا كل الوصفات يا جماعة في الحياة عايزة تعمليها وتطلع معاكي نتيجة تمام. اولا تقعد 4 ساعات على الاقل على شعرك. لا مش على الاقل، هو على الكتير هو ممكن ساعتين تمام برضو. إيه كمان يا جماعة، شرب المية مهم جدا 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 لو عايزة بشرة بتلمع كده وفيها نضارة. نفس الكلام للشعر، شرب المية والاهتمام. اليومين دول الجو رطوبة جدا، فحاولي ان انتي على قد ما تقدري تغذي شعرك. لو انتي شعرك كيرلي، يعني لو زي حالي كده الكيرلي، دايما عناية زيادة شوية عن أي شعر. وكمان الصبح وبالليل يا ريت، أو كمان 3 مرات في اليوم تدهنيه، لأن انتي محتاجة تعملي له زي كفر كده على الشعراية، علشان الرطوبة عالية جدا والحر طبعا. يلا، وهقول لكم بقى النتيجة ان شاء الله في الماسك القادم بإذن الله، ايا كان بقى للبشرة زي ما يبقى. هقول لكم بإذن الله النتيجة للشعر. ودمتم بخير وسعادة. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.